قالت لي انا سميتي خفاء. يا ريت كون ما سولتهاش. مع شعلت الفلاش ديال التليفون جا الضوء مباشر على واحد الجسم كان جالس فوق الكرسي ديال المكتب اللي كاين في بيتي. بلا شك بغيتو تعرفوا شنو اللي صدمني صوتها اللي كيشبه 100% لصوت خفاء اللي جاتني في الحلم ديالي. والصدمه الثانيه هي الريحه اللي كتنبعث منها. هذاك الريحه اللي على بالكم ريحه فلايو. خرجنا حدا المطعم بقيت غير مصدوم، ما قادرش حتى نهز عينيا فيها من شده الجمال ديالها. بدات كتهضر معايا بنفس الصوت ونفس الريحه، وانا تنقول مع راسي اش هاد الشيء كيطرى لك عبد الله، واش انا داخل في شي دوامه ديال الاحلام؟ قالت لي انا عيطت لك غير باش نشكرك وعمرني ننسى خيرك. قلت ليها علاش؟ قلت لي داك النهار رغم انك مريض وقفتي معايا في الوقت اللي ما كان حتى واحد معايا، نسيت نشكرك حيت كنت مريضه بزاف. قلت ليها ماشي مشكل، تستاهلي كل خير، ياك بعدا انت بخير؟ قلت لي الحمد لله، في داك النهار وصلتيني في الوقت المناسب، حيت بصح طرطق لي عرق في الراس، كنت عطلت غير شويه كنت نقدر نموت، والحمد لله لحقت في الوقت المناسب، عمري نسيت خيرك. قلت ليها الحمد لله على سلامتك. قلت لي كيف بقيتي انت؟ جاوبتها بالحمد لله حتى انا تشافيت، وهزيت عينيا في وجهها اللي كان بحال القمر، حضرات راسها من الحشمه. قلت ليها لما لقيتيش طبله فين تجلسي انت وصحاباتك نخليو لكم ديالنا انا وصاحبي، حنا صافي كملنا وغادي نمشيو في حالنا. قالت لي المره الثانيه وقفتي معايا وهي ضاحكه وحاطه يديها على فمها من الحشمه، لاحظت في يديها خاتم على شكل تاج كيشبه تماما لهذاك اللي كانت لابسه خفاء في الحلم. بقيت كنقول مع راسي شنو هو الرابط المشترك بين هاد البنت اللي قدامي وبين داك الحلم. قالت لي شكرا لك بزاف اسميتك. قلت لها انا سميتي عبد الله وانتي؟ قالت لي انا سميتي خفاء. يا ريت كون ما سولتهاش. حسيت براسي بحال ضرباتني شي صاعقه، ما بقيتش قادر حتى نوقف على رجلي. قالتها بنفس الصوت باش قالتها البنت اللي جاتني في الحلم. شافتني متوتر ومصدوم. قلت لها كيفاش خفاء؟ قالت لي واش ما عجباتك سميتي؟ قلت لها ما عمرني سمعت بهاد السميه. سكتات واحد شويه وقالت لي ها انت سمعتي بها. في هذا الواقع غتشوف شي حوايج اللي مستحيل تصدقهم. ما علينا، انا كنت ديما كندعي الله يلاقيني بك عبد الله، وها هو استجاب ليا ولقاني بك باش نشكرك ونرد لك الجميل. جاوبتها بدون شعور، راه رديتي لي الجميله خفاء شحال هادي، زعما كنقصد الجميل ديال الحلم. قلت لي كيفاش؟ قلت لها ما ديريش بالك غير نساي. شكراتني مره اخرى ودخلت لقات صحاباتها جلسوا كيتسناو في الطبله اللي كلينا فيها. جلسنا معاهم انا وصاحبي، وديك الماكله اللي شاطت مازال ما تجمعش. كان واحد الطبسيل كلينا فيه انا وصاحبي مازال فيه الكبده، قال لهم كلوا الكبده لا بغيتوها راه مازال نقيه. قالت ليه ديك البنت اللي سميتها خفاء لا شكرا انا ما كناكلش الكبده، شوف مع صحاباتي لا بغاو. نفس الهضره اللي قالت خفاء اللي كانت في الحلم. انا صافي فشلت، واش داكشي اللي شفتو في الحلم كنشوفو قدامي دابا؟ اش هادشي كيوقع سيدي ربي؟ صافي هما كومونداو غداهم، نط انا وصاحبي باش نمشيو في حالنا. انا مصدوم وفي نفس الوقت ما ساخيش. طلبت من خفاء رقم الهاتف ديالها، قالت لي انا ما عنديش تليفون. قلت لها واش كاين شي واحد في هذا الزمان ما عندوش تليفون؟ قالت لي انا كنت واصل غير من الحاسوب ما عنديش رقم هاتف. قالت لي هاك سميت فيسبوك ديالي والاسم اللي كانت دايره هو خفاء. شفت فيها وقلت لها بسلامه حتى نتواصل معاك. جاوبتني بابتسامه وقالت لي واخا صافي. المهم رجعت للدار صيفط لها طلب صداقه، قبلتني حيت انا كنحط صاوري عرفتني بسهوله. صيفط لها اول رساله ما قراتهاش وما شافتهاش من الاصل، عاود صيفط لها الرساله الثانيه والثالثه. من ذاك النهار الى يومنا هذا وانا كنصيفط لها في الرسائل ما عمرهم تقرا ولا شافتهم اصلا. البنت غبرات بحال جات من العدم. داز الوقت الحاجه اللي باقا شاغله بالي هادي عام، واش ديك خفاء اللي في الحلم تقدر تكون نفسها اللي في الواقع؟ هادشي ماشي صدفه، ما بقيت عرفت عليها حتى اخبار من ذاك النهار. صاحبي سليمان ديما كيقول لي نساها، تقدر تكون ماشي من العالم ديالنا، ولكن انا ما قدرتش نحيدها من بالي من مره. من بعد عام تقريبا اللي داز فرمشت عيني بنفس الروتين ديال ديما، القرايه والسبور حتى حاجه ما تغيراتش. من غير صاحبي سليمان اللي تبدلت حياته في هذه المده، توظف وتزوج وفرح براسو. الصراحه ما حسدتوش، راه صاحبي هذاك. غير كنحكي لكم على العكس ديالي، انا اللي ما عمر فكره الزواج جات لي في بالي ولا فكرت فيها من الاصل. عمري فكرت ندخل في شي علاقه حب لان دماغي فيه ديك البنت كنقصد خفاء. دازت عام وهي ما فرقاتش تفكيري، وانا ما عارف لا اصلها لا مفصلها، واش جن ولا انس. خلاتني عايش في الشك، حيت الظهور والاختفاء ديالها اللي جا على غفله خلاني نعتبرها من العالم الاخر كما قال لي صاحبي سليمان. المهم بقيت على نفس الروتين ديال ديما حتى وصلت العطله ديال الدوره الاولى. كنت كنفكر باش نسافر، ولكن الفكره ديال نسافر بوحدي بلا اللي ونسني ما حملتهاش. حتى صاحبي اللي كان كيسافر معايا دابا عنده حياته الخاصه. درت بناقص وقلت نستغل هاد العطله ونمشي نعاون الاب ديالي في النجاره. بقيت كنعاونو مره كنجي عيا للدار وكنعس بكري شويه، حتى لواحد الليله كنت غارق في العاسي كيف العاده. في لحظه وحده حسيت بواحد الحراره اللي مجهده في الجسم ديالي، كنت عرقان كليا واخا كان الجو بارد. شعلت الفلاش ديال التليفون باش نقص عليا الغطاء ونشوف حالتي مالها. مع شعلت الفلاش ديال التليفون جا الضوء مباشر على واحد الجسم كان جالس فوق الكرسي ديال المكتب اللي كاين في بيتي. بقوه الخلعه طاح لي التليفون من يدي، بغيت غير نردد الاذكار لساني تقال عليا حتى المعوذات تلفوا ليا بقوه الخلعه. قاومت الخلعه وسحبت حتى وصلت للتليفون وعاود ضويت به. شفت داك الكيال جاي لجهتي وانا غمصدوم وكنبلع في الريق ديالي، حتى الغوته ما بغاتش تخرج ليا. بديت كنسمع واحد الصوت قال لي عليك الامان ما تخافش.